خلينا نبدأ من عند القاعة اللي وقفنا عندها، وهي قاعة الطواشية، ومفردها طواشي، والطواشي أي الشخص المخصي الجاية من الخصيان، ودوت علشان يخش ويطلع عند حريم السلطان من غير ما يكون عنده أي رغبة جنسية ولا أي ميول ناحية حريم السلطان. القاعة دي كانت قاعة متكاملة الأطراف، كان بها قبة من الأعلى وكان فيها نافورة في الوسط، ولكن تم إزالة القبة والنافورة دلوقتي مش موجودة. ولكن ايه لازمة القاعة ديت؟ كانت لازمة القاعة ديت في ان مفيش حد يخش للسلطان الا لما يستأذن من الطواشية. ولو بصينا الى الزخارف اللي موجودة في القاعة ديت هنلاقيها بتميل للطابع الاندلسي الجميل. ننتقل بقى على مدرسة السلطان قلاوون اللي اتبنت مكان القصر الغربي الفاطمي، وبتتكون من 4 ايوانات. وطبعا مش محتاج اقولك ان الاربع ايوانات كل ايوان فيه كان بيدرس فيه مذهب من المذاهب الاربعه. واخر جزء معانا هو جزء البارمستان، وبير معناها مريض، وستان معناها المكان، اي بيت المريض، او بمعنى اصح في عصرنا الحديث وهي المستشفى. طيب هو جاب فكره البارمستان منين؟ جاب فكره البارمستان نسبه الى نور الدين بنكي اللي كان عامل بارمستان في الشام. فهو لما تعب السلطان قلاوون راح البرمستان دوت وجابوا له شويه ادويه وقدر ان هو يتعالج. فندر بينه وبين نفسه ان هو لو وصل للسلطه هيقدر ان هو يبني بارمستان في المكان اللي هو هيحكمه ده، وقد كان ووصل لحكم مصر وقدر ان هو يبني البارمستان اللي موجود في المجموعه بتاعته. متقسم لجزء للنساء وجزء للجراحين وجزء للطبائعي اي الجزء الخاص بالبطنه، وكمان جزء للكحال اللي هو كان تخصص العيون، وكان في مدرسة كده على جنب كانت للطب، يعني زي المستشفى الجامعي عندنا دلوقتي. ومن ضمن المفارقات اللي موجودة في البارمستان دلوقتي كنت انت بتخش يا مولاي كما خلقتني وبتاخد لبسك وبتاخد فلوسك كلها من البارمستان، تبقى داخل بتسلم لبسك وبتستلم لبس جديد، وانت خارج تقدر تستلم 5 دنانير ذهبية علشان تقدر تعيش وما ترجع لهمش مرة تانية. بس عايز اقول لك ان في رواية تانية بتقول ان انت ما كنتش بتخرج من البارمستان دوت الا وانت واكل فروجة كاملة، او بمعنى اصح فرخه كامله يا سيدي. وعايز اقول لك بقى احنا لو دخلنا لجوه شويه هنلاقي فيه جزء كده خاص هيبقى جنبه نافوره وجنبه لوح شذروان، واللوح دوت كان المفروض مكسي بالرخام كله، ولكن لو دققت النظر فيه هتلاقي ان باقي حته صغيره، ودوت عشان يديك خرير للميه، الميه تبدا تتدفق وتعمل صوت خرير الماء اللي بيساعد على هدوء الاعصاب. وبكده نبقى عرفنا مجموعة الملك المنصور سيف الدين قلاوون، ملك البرين وسلطان البحرين وخادم الحرمين الشريفين.